ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هقولك على 5 تمرينات هتفكر لك الظهر وحرفيا هتغير من شكله. يلا بينا. بس قبل كل ده لازم تدعيلي بس عشان انا خلصت امتحانات، كان عندي فترة امتحانات صعبة جدا واتمنى ان تدعيلي بالنجاح والتوفيق. اول تمرينة معانا وهي تمرينة السحب العالي الامامي. التمرينة دي بسيطة جدا وسهلة جدا وبتستهدف عضلة اللاتس، بس مهم ان انت تلعبها بشكل صحيح. اللي مش عارفة عضلة اللاتس دي هي اللي بتخليك تديك العرض بتاع الظهر او حرف السبعة بالليل بتاع التيشيرتات من ورا ده. شويه تريكات لازم تلعبها في التمرينه دي. اول حاجه وانت ماسك المسطره على المكنه ارجوك بلاش اول حاجه تقعد تعمل كده. انت بتلعب رقبه كده، انت كده بتلعب رقبه دي واحد. نمره اتنين وانت بتشد بتنزل عند صدرك، وغير كده بلاش تعمل كده. شايف اللي هي الكوع ده، كوع ورا، كوع ورا. انا عارف ان انت عايز تستهدف يا حبيبي عضله الظهر، بس كوع ورا مش هتستفاد حاجه. كوعك قدام صدقني هيبقى احسن، وغير كده مش هتعرض نفسك لاصابه في الكتف. تاني تمرينه معانا هي السحب الارضي الضيق. لازم تكون عارف ان السحب الارضي الضيق او الحاجات اللي بيبقى في ايدك ضيقه بتستهدف العضلات الداخليه، او بمعنى اصح بيديك تفاصيل كده في الظهر من جوه انت حاببها وبيديك سمك عضلي. شويه تريكات وانت بتلعب التمرين دي. اول حاجه انت ماسك مثلا، انت بدات من النقطه دي تمام، هتنزل هتميل سنه جسمك تمام مع شده الوزن. لما تيجي تشد اول حاجه كوعك الحركه كلها من كوعك، وبتشد تمام كده عند بطنك تمام، تشد عند بطنك وترجع تعمل كده، ترجع للنقطة تانية، ترجع للنقطة تاني اللي انت بدأت منها، متقعدش تعمل كده. بص انا كنت انت مش بتجدف، هي كده وايدك تبقى تحت وكوعك هو المصدر الشد، السحبة من كوعك. تالت تمرينة معانا وهي الدمبل المنشار. الدمبل المنشار ده عبارة عن انك بتمسك تسند على حاجة وتعمل سكويز للعضله. تمسك الدمبل ما ترموش قدام وما ترموش ورا، بيبقى مستوى جسمك وتشد. طبعا في واحد يقول لي طب ما تنزل الجيم وتوريني، والله عندي اصابه نفسي انزل الجيم بس انا عندي اصابه. دمبل المنشار ده برده بيستهدف عضله اللاتس او الحرف السبعه اللي الناس كلها عايزينه. بس لو مش عارف تلعب الدمبل المنشار او مثلا مش فاهم ما فهمتش مني قوي، هات كرسي بتاع اللي هو البنش عادي، ارفعه 45 وخلي ويلزق صدرك فيه وامسك الدمبلين وشدهم. رابع تمرينة معانا وهي بالبار وهي السحب الحوضي. دي فكرتها برضو بتجيب تفاصيل الظهر الداخلية وبتستهدف العضلات الداخلية للظهر. دي بتتلعب ازاي؟ انت عبارة انك تجيب البار من الارض تمام وتمسكه تمام كده، راح جاي ماسك عاصر، او ممكن تستبدلها برضو بتلعب حاجة اسمها السحب الارضي الواسع اللي هو كده، عارفينه ده هو كده. طيب كده ناقص لنا حاجة واحدة بس في التمرين يبقى نستهدفنا كل عضلات، وهي اسفل الظهر. اسفل الظهر في تمرينة القطنية، بس انا ما بحبش تمرينة القطنية عشان برضو هي كانت سبب من اسباب الاصابة. ممكن تلعب بلانك. بس كده دي، يا رب تكون استفدت بالمعلومات وجرب التمرينة دي صدقني هتدعيلي. خلي بالك مش معنى ان انا قلت التمرينة دي هي اللي هتفجر ظهرك يبقى لازم تمشي عليها بالمسطرة. طبعا لو انت في حاجة معرفتش تطبقها من التمرين في بدائل كتير ليها، عليك ان انت تسألني او تسأل الكوتش اللي موجود معاك في الجيم. سلام.